ازيكم يا شباب، معاكم سميدة من حلقة جديدة من على المكنة. حلقة النهاردة هنتكلم عن استعدادات السفر بالبايك. طيب خلينا نكون متفقين ان انا ممكن اسافر بعجلة. انا شخصيا بشوف ناس طالعين السخنة او مناطق ابعد بعجلة، بيطلع رايد 100 كيلو، في ناس بتسافر العالم بعجلة. مفيش مشكلة، الفكرة ان انا بعرف امكانياتي وامكانيات الحاجة اللي انا بتحرك بيها. فمفيش مشكلة مثلا ان انا اطلع اسكندرية بسكوتر او ببايك 150 سي سي، ده ما عندوش اي مشكلة خالص، ده مفيهوش اي مشكلة خالص. القصة كلها ابقى عارف بعمل ايه وامكانيات البايك اللي تحت رجلي شكلها ايه. طيب خلينا نقول ان انا هطلع اسكندرية مثلا ببايك صغيرة، هنقول مثلا سكوتر 150 سي سي. طيب الموضوع ده بينقسم لقسمين، القسم الاولاني السكوتر او البايك نفسها، القسم التاني انا شخصيا. طيب ايه الاستعدادات اللي لازم تبقى موجودة في البايك؟ البايك اولا لازم تكون سليمة 100%، صيانتها معمولة، تبريد، زيت، فرامل، اتيال، كل حاجة فيها سليمة 100%. ما ينفعش اغفل اقل تفصيلة. يعني مثلا لو النور الاشارات مش شغال لازم اوديه يتصلح، لو النور العالي او الواطي فيه مشكلة برضو لازم اتشيك عليه. انت مسافر على طريق سفر، هتحتاج كل حاجة مظبوطة وكل حاجة سليمة. نيجي للجزء التاني، انت مفروض تبقى سليم 100%، مفيش اجهاد ذهني، تبقى نايم كويس. انت هتطلع رحله مش اقل من 3-4 ساعات وممكن اكتر، محتاج تركيز وقت طويل، انت على طريق سريع، فلازم تبقى ذهنيا وجسديا سليم 100%، مفيش اي اصابات، مفيش اي حاجه، مفيش اي تعب، مفيش اي ارهاق. طيب، خلصنا الاستعدادات بتاعتك انت الشخصيه وبتاعت البايك. في حاجات بقى لازم تبقى موجوده في البايك وفي حاجات تبقى معاك انت شخصيا. الحاجات اللي تبقى موجوده في البايك: طقم عده صغير، مفتاح الانكيهات، الحاجات دي مهمه، افزان، شريط لحام. الحاجات دي الصغيره دي بتنفع دايما في وقت الطوارئ. نيجي الحاجات اللي لازم تبقى معاك انت شخصيا: وصلة شاحن، باور بانك، يا ريت بيزك فون صغير لان السمارت فونز الشاحن بتاعها بيخلص بسرعه. طبعا مش هنوصي على السوائل لان انت طبعا على طول بيجي لك جفاف، فلازم من وقت للتاني تقف وتشرب. طيب مش منطقي ان انا مسافر بسكوتر 150 سي سي توب سبيد بتاعته 120 او جاي مقفل عداد طول الطريق. غلط على السكوتر، غير ان السكوتر مثلا معظم السكوترات ال 150 سي سي تانك البنزين بتاعها بيبقى 5-6 لتر، فانا غالبا هخلص ال 5-6 لتر دول قبل ما اوصل للبنزينه اللي بعديها، فده غلط مش صح. نيجي للنقطه اللي بعديها الا وهي التوقيت. التوقيت مهم جدا يا جماعه. ليه بقى؟ الطقس، انا مسافر بالليل ولا الصبح؟ طيب هنيجي للطقس، سرعه الرياح والمطره والرؤيه. سرعه الرياح مهمه جدا. انا النهارده مسافر ببايك صغيره، ايا كان نوع البايك، حتى لو كروزر تقيل ساعات سرعه الرياح بتاثر عليها، ما بالك بسكوتر صغير وزنه 70-80 ل 110 كيلو، غالبا سرعه الرياح ممكن تزقه من حاره لحاره. اختار يوم سرعه الرياح فيه خفيفه جدا عشان ما تاثرش على قيادتي، ده رقم واحد. رقم اتنين، المطره. طبعا ما سافرش طريق اسكندريه الصحراوي الدنيا بتمطر عليا، خطر جدا وغلط. الرؤيه، ما سافرش يوم الرؤيه فيه ضبابيه ومش واضحه، برضو ده غلط جدا، سواء عليا سواء ان العربيات اللي حواليا كمان مش هتشوفني. الحاجات دي مهمه جدا لازم اخد بالي منها. طبعا السفر يفضل يكون بالنهار. نيجي للنقطه اللي بعديها ودي حاجه مهمه جدا، الخرائط زي جوجل مابس مثلا، ابقى عارف خط سيري وابقى عارف على الخريطه اماكن تواجد البنزينات. انا مسافر النهارده بسكوتر السعه اللتريه بتاعته 5 لتر وفي لتر مثلا احتياطي. انا افترض ان انا عارف ان السكوتر بتاعي بيمشيني في اللتر 30-40 كيلو، فمش هسكت خالص لغايه لما ال6 لتر يخلصوا، لا، انا اولموست كل بنزينه هلاقيها هخش افول منها، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو في امكانيه ان انت تشيل جيركن بنزين معاك شيل، ما تشيلش البنزين في ازازه لان ده خطر. اخر نقطه معانا النهارده، خط سيرك. يفضل ان حد من صحابك يبقى عارف خط سيرك واهلك، لا قدر الله لو حصل حاجه حد يقدر يوصل لك بسهوله، ده رقم واحد. رقم اتنين، ما تستعجلش، مش هتفرق انت ماشي 70-80 من ماشي 100، مش هتفرق كتير. امشي براحتك، ركز في الطريق، توصل بالسلام على المكان.